السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خلال الجولة الأولى من دورة الألعاب الأولمبية 2024 تعادل المنتخب الأولمبي المغربي مع نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء 24 يوليو 2024. وقد جرت هذه المباراة ضمن المجموعة الثانية. كانت كتيبة سكيتيوي سباقة للتسجيل، حيث تمكن سفيان رحيمي من تسجيل هدف أول قاتل بعد تمرير زميله بلال خنوس على تمام الدقيقة 45 من الشوط الأول، وتمكن رحيمي من إضافة هدف ثاني على تمام الدقيقة 51 من ركلة جزاء. بعد تسجيل الهدف الأول للأرجنتين، اكتسبت عناصر منتخب الطنغ ثقة كبيرة، حيث شنت هجوما قويا على مرمى الحارس المغربي منير المحمدي، وانتهى هذا الهجوم بتسجيل كورسيا ميدينيا لهدف التعادل في الثواني الأخيرة من عمر المباراة، بعدما أضاف الحكم 15 دقيقة من الوقت الإضافي.